أهلا أهلا، وصفة جديدة من وصفاتي معكم. سباجيتي مع كوار الكفتة بالصوص الأبيض. يلا مع بعض نبدأ. أي نوع سباجيتي أنتم تفضلونه مع رشة الملح، ونتركها لحد ما نسلقها الاستواء التام. التصوير مباشر، فاعذروني لو تأخرت عليكم بالخطوات. عندي هنا دجاج مفروم، ممكن تسوينها باللحمة المفرومة براحتك. راح يتبل الدجاج المفروم بالثوم المهروس، بس راح آخذ منه جزء والباقي أخليه بعد شوي. عندي هنا ملح، فلفل أسود، بابريكا، وبهار الدجاج. راح أضيف شوي الكزبرة المفرومة، وعندي هنا ملعقة بقسماط. وراح أحرك الخليط هذا كله مع بعض، وأضبط الملح والفلفل الأسود. وزنت الملح والفلفل الأسود، ونكورها على حسب الرغبة. نترك المكرونة على جنب، ونجي هنا عشان الكفتة راح أضيف شوية زيت زيتون، وهنا عندي قطعة زبدة. استوت عندي كورة الدجاج، راح أطلعها، وبنفس المقلة راح أكمل. بنفس المقلة راح أضيف الجزء المتبقي من الثوم، وأحركه لحد ما يتحمر. طلعت ريحة الثوم، طلعت على اللون الذهبي. أضيف كريمة الطبخ، نضيف رشة حلوة من جبنة البرميزان. راح نضيف كورة الكفتة، الجزء المتبقي من الكزبرة. آخر إضافة بتكون جبنة الموزاريلا، وأحركها مع بعض. الريحة شيء، بس إذا جيتوا تحركونها كذا بالهون على قولتهم، شفتوا شلون تقلبينها قلب، مع إنها خلاص تماسكت، بس ولو خليك رقيقة معها. شيء يا بنات، شيء تبارك الرحمن. الريحة استوت عندي المكرونة، راح أنزلها بالكامل وأخلطها مع الصوص والكور، وأرجع لكم. هي الله يصلحها كبت الدنيا كلها، وما شاء الله تبارك الرحمن. الريحة يا بنات خرافية بمعنى الكلمة.